وغادي نبداو مشاهدينا الكرام على مدرجات ملعب مولاي الحسن والطريقه اللي خرج كيتكلم بها وكيأكد على انه فعلته على المدرجات وكانه ثعلب وليس بنو ادم يتبول حشكم على الكراسي في المدرجات. شوف مع من حشرنا الله في دوار جوار، شوف اقبح جمهور صراحه. ملي كتشوف هذا التصرف هذا صراحه، هذا التصرف هذا يضر بالجماهير الكامله، واخا تلقى واحد الجماهير في المستوى، ولكن هذا المشجع الجزائري يعني التصرف ديالو، وبعض الناس وبعض الجزائريين وبعض المؤثرين ديالهم دعموه وقالوا له برافو عليك، شجعوه على هذا العمل الخبيث الذي يليق بهم فقط. ولا مشجع في افريقيا ولا مشجعين اللي شفناهم جاوا وحضروا هذا كاس افريقيا الكل يتكلم بطيبوبه، التعامل في المستوى، الاجواء في المستوى، وكذلك حتى هنا غادي نشوفوا الروح الرياضيه ديال المغاربه بعد فوز الجزائر على منتخب نيجيريا. يعني ومع ذلك المغاربه يعني بالكرامه ديالهم وكذلك ايضا بالضيافه ديالهم. ولا ننسى الاخلاق هي اهم شيء. لكن امس البارحه شفنا في المنتخب الجزائري لا اللاعبين لا بعض الجماهير لا اخلاق لا كذلك روح رياضيه. نبداو بهذا المشجع كيف حشكم يعني دارها في المدرجات ديال الملعب مولاي الحسن بمدينه الرباط في المباراه ديال الامس ديال منتخب نيجيريا والجزائر. شاهدوا واعطوني الراي ديالكم. ما عنديش نهضر انا رايح نقول تحتي، راني رايح نطلقها تحتي هنا والله. يبداو يشموا ريحه السياشه في الصاد، فاهم؟ راني رايح ندير بيبي ما قدرتش، غاوديني بسريسي لا تخرج على خرجت والله خرجت. هاي استراس لا غالب. لا حول ولا قوة إلا بالله مع من حشرنا الله. هذا ثعلب، هذا فقط الوجه ديال الثعلب على المدرجات. هذا ليس بنو آدم. تخرج بهذيك الطريقة بالوجه ديالك المكشوف. والغريب في الأمر هو أنه اللي ساندو اللي معاه فرحانين. الخبث يحتفلوا مع الخبث ويفرحوا مع الخبث. اللي قدامه فرحانين وعاجبهم الحال وكيفتخروا. حاشاكم ذاك البوله اللي حطها على المدرجات. كيفتخروا وداروا إيجاز. هذا إيجاز في النظر ديالهم، إيجاز. هذا الثعلب يجب ترحيله اليوم قبل غدا على هذا التصرف ديالو الخبيث. ما عنديش نهضر، انا رايح نقول تحتي، راني رايح نطلقها تحتي هنا والله. بداو يشموا ريحه السياشه في الصاد، فاهم؟ راني رايح ندير بيبي ما قدرتش، غاوديني بسريسي لا تخرج على خرجت والله خرجت. هاي استراس لا غالب. خوتي بيا باقي راه طاحت ولا غير طاحت الاولى طاحت. غير هذه بعد الفاصل خفيفه. نعم. حنا ماشي ما يحبوناش، يغيروا منا. كاين بين الحب وكاين الغيره. حنا نجينيو حنا يغيروا منا باسكو حنا حاجه كبيره نسيبوا عادي. والله العظيم انا ديريكت حكيم والله العظيم كريم قال لك نغيروا منهم. ما عرفتش الاخوان علاش غنغيروا منهم على التربيه ديالهم، على الاخلاق ديالهم، على الاسلوب ديالهم في المعامله مع الاخر. غنغيروا منهم على الطوابير ديالهم. غنغيروا منتخب سوء الخلق او ما يسمى المنتخب الوطني الجزائري، لانه البارحه لم نستطع الفرحه ولو لثواني بانتصار المنتخب، لانه خرج لاعبين بخرجات يعني لا اخلاقيه، واكثر اللحظات لا أخلاقية في كأس إفريقيا هذه هي من نصيب لاعبين اللي هما هذا المدعو عمورة ضحايا التسرب المدرسي، مثل المدعو بنجاح، يعني اللي كان بلقطة غير أخلاقية يهدد يعني في البلد المستضيف لكأس إفريقيا اللي هو المغرب. ولكن الآخر المدعو عمورة يعني تهجم على من كان صورة لباتريس لومومبا الذي دعم استقلال الجزائر حتى قبل، لأنه هو تم اغتياله قبل استقلال الجزائر يعني بداية من 1960. باتريس لومومبا شخصية رمز لمناهضة ومكافحة الاستعمار هناك حتى في الجزائر العاصمة. يعني نصب تذكاري يخلد ذكرى باتريس لومومبا. لكن هذا القذارة المدعو عمورة تهجم على صورة هذا الرمز وعلى هذا المشجع اللي محبوب جدا من كل الجماهير، وخصوصا من الجماهير المغربية التي احتضنته منذ بداية كأس إفريقيا، لأنه يعني يرمز لباتريس لومومبا. فالمنتخب الوطني الجزائري شوه صورة الجزائر
منتخب أرض تغرق في الوحل والطين تماما كما يغرق البلد في المشاكل. ذلك هو أسوأ استقبال يمكن أن يحظى به ضيف في أكبر حدث كروي قاري حوله المخزن إلى مهرجان الأوحال القارية. بهذه الصورة البائسة والمهينة اختار المخزن استقبال ضيوف القارة الإفريقية، فهذه المشاهد لا تعود لعصور بائدة، بل هي واقع ترك فيه المواطن المغربي يصارع الأوحال والاستهتار في ظل نظام اختار أن يولي وجهه. مرة أخرى أكاذيب النظام الجزائري والتلفزيون الجزائري تسقط في كأس إفريقيا هذه في المغرب. المنتخب الجزائري لعب في ظروف أوروبية، حتى زين الدين زيدان كان حاضر في الملعب لأنه لم يحضر مباراة ابنه الأولى في الجزائر، لأنه ربما يعرف بأن الجزائر مزبلة كبرى مع النظام الجزائري، لكنه يحضر في أول مباراة في كأس إفريقيا تحت الأمطار، وما كان لا فيضانات، لا الملعب يغرق، لا الملاعب لو تتذكروا سي دي ماكيت 3 دي معناتها تم رسمها بتقنيه ثلاثيه الابعاد حسب وزير الرياضه الجزائري الاسبق. تتذكروا الاعلام المغربي يستعمل كثير الدعايه وليس الاعلام. نعطيك على سبيل المثال كانوا يتكلموا كثير على المنشات الملاعب، حتى كثير هنا من البلاطوات انا في الجزائر كنت نشوفهم مره في الفيديو 3 دي معناتها يعني تصاميم ليست في الملاعب. شوف اللي عندهم، امنوا باللي عندهم. كي الحق هذا الصح في كاس ملعب واحد ما عندهمش. امطار الخير التي تنزل على المغرب هذا رقم قياسي لم يحدث منذ 36 سنة ما شاء الله. وسائل إعلام عالمية من مواقع في روسيا، في انجلند، في فرنسا تحدثت عن كيف استقبلت هذه الملاعب بهذه الإمكانيات هذه الأمطار دون أن تظهر ثغرة واحدة. سلاسة في الأداء، انسيابية، أشياء أكثر من رائعة. عندما تتحدث عن الجمهور وتحدث حمزة عن أمور كثيرة، تمركز الجمهور في المدن المتقاربة، ولكن عندما تكون أبعد نقطة هي مدينة طنجة مثلا، المسافة ما بين الرباط ومدينة طنجة 245 كيلومتر، أن تقطعها في البراق الأسرع في إفريقيا في مدة ساعة و5 دقائق بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، والخط الجديد المرتقب 350 كيلومتر في الساعة. كل هذه المعطيات تؤكد بأن المغرب أضحى عنوان في استقبال أحداث كبيرة، وبأنها بروفا مونديالية. أشهر المواقع الروسية تطرق لهذه النقطة وفتح ملفات تتمثل في الجانب السياحي والاقتصادي. تقول المغرب يخطف الأضواء في هذين العنوانين البارزين سياحيا واقتصاديا، أما الكرة فلها أهل الاختصاص. يعطيك الصحة، شكرا لك ماجد. يا نهار ابيض، ايه يا مغرب ده سياول نازله في الملاعب ولا كان في نقطه ميه على الارض؟ شوفوا العشب عامل ازاي، الميه بتجري كانها مصروفات تحت الارض ولا فيش ولا بركه، حاجه تشرف بصراحه. شوفوا التصريف يا جدعان، دي استاد بيتنفس ولا كان في مطر اصلا. انا مش بحسد والله، بس التطور ده رهيب. عندكم حاجه عظيمه قوي. فضيحه الطاقم الفني لمنتخبنا، سرقه كره القدم لكاس افريقيا في ملعب مولاي الحسن بعد التقاط فيديوهات صراحه فضيحه تكتب باسم الجزائر، واصبحنا فضيحه في المغرب. يا وليد سادي، واش هاد الكارثه اللي راك دير فيها؟ المره اللي فاتت من هضروا لكم على قضيه ديال محمد سادس قلتوا ودي ما كايناش وطاطات، اليوم خرجوا لكم الكاميرات يورا من مولاي الحسن كنتو معمر كاميرات. الله يهديكم، واش هاد الفضيحه الكارثه اللي درتوه؟ تتحملوا المسؤوليه وطرحلوه كاملين. هذا جميع المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا تلعب الكرة إلا دولة واحدة وهي الجزائر لم تأتي للعب كرة القدم. انظر ماذا فعل لاعب الجزائر، حركة لا أخلاقية بتال. تخيلوا معايا ملاعب أمريكا اللي هتستضيف كأس العالم 2026 بتغرق من شوية مطر. طب استنى بقى، تعال شوف المغرب، أمطار غزيرة، شتاء تقيل، ومع ذلك الملاعب واقفة زي الفل، أرضية ثابتة وتصريف مياه يدرس بصراحة. اللي بيحصل في ملاعب المغرب ده مش صدفة، ده شغل، تخطيط واحترام لكرة القدم. سؤال بقى، لو المغرب استضاف المونديال لوحده كان هيبهر العالم قد إيه؟ منتخب كبير عالمي بحجم منتخب الجزائر يسرق كورة، فلما اللجنة شافت إنه ما في كورتين في الملعب شيكوا على الفيديوهات وفعلا شافوا هذه اللقطة اللي صراحة يعني ما كان لها داعي. أنا مستغرب من الشخص هذا، ليش تاخذ الكورة أساسا؟ يعني أنت بحاجة كورة بيعطونك مليون كورة، يعني ما أعتقد منتخب حجم الجزائر ناقصة كورة عشان ياخذها. المنتخب الوطني الجزائري بسرقة كرات خاصة بكأس إفريقيا يعني، وبالحصري بالفيديو خبر مثل هذا العقل تاعك ما يقدرش يستوعب او يصدق خبر مثل هذا. يعني الفيديو هذا ليس فقط عبر وسائل الاعلام المغربيه، حتى شفت وسائل اعلام اجنبيه، وهو ما اغاظني كثيرا. يعني وسائل اعلام افريقيه ايضا تناولت الخبر المنتخب الوطني. باش ما نكذبوش، المغرب زاد استعدت كما يجب. شوفوا فيتير صغير في الختام، مازالونا درجين نعاودوا ذكرناكم عن زوز مراسلين اعطيناكم كواليس كل. شوفوا شنو حضرت المغرب بالارقام، حاجه مرعبه جدا بصراحه. نعملوا طلعنا
هذا مش منظر عادي، هذه رؤية بلاد كاملة بدلت وجهها. المغرب اليوم ماهوش يستقبل كان مباراة، المغرب يستقبل افريقيا والعالم. في السنوات الاخيرة المغرب ما وقفتش على التحضير البسيط، المغرب دخلت في قيمة استثمارية ضخمة باش تكون البنية التحتية جاهزة على اعلى مستوى. المغرب صرفت اكثر من 21 مليار درهم مغربي، قريب 7 مليار دينار تونسي، على تجديد وبناء الملاعب، الفنادق، الطرق، المواصلات والمطارات، استعدادا لكاس افريقيا 2025. 9 ملاعب في 6 مدن شمال وجنوب المغرب تم ترميمها او بنائها من جديد لمستوى الكاف والفيفا. جزء من الاستثمارات هذه جهز بين 2023 و2025 باش الملاعب تكون جاهزه للكان، ثم من 2025 حتى 2028 مرحله ثانيه للتطوير، وحتى استاد جديد في بن سليمان في الطريق باش يزيد من طاقه المغرب التنظيميه الرياضيه. الملاعب هذه ماهيش صغيره، مثال ملعب مولاي عبد الله في الرباط طاقته توصل لحوالي 65 ألف متفرج بعد التوسعه، لكن الاستثمار ما كانش فقط في الملاعب. المغرب يخدم على كل البنيه التحتيه باش يسهل الحركه والتنقل. اليوم في المغرب تنجم تحضر ماتش في الرباط وتشرب قهوه في طنجه وترجع تبات في الدار البيضاء في نفس النهار، فضل القطارات السريعه تي جي في من خلال توسعه الشبكه الحديديه وخطوط جديده تربط بين المدن الكبرى داخل المغرب وتقصر اوقات السفر بشكل كبير. في نفس الوقت البلاد صرفت مليارات الدراهم في المطارات باش تزيد السعه الى 80 مليون مسافر بحلول 2030 مع توسيع المطارات الكبرى في الدار البيضاء، مراكش، اكادير، طنجه وفاس. المغرب يعمل في السياحة، في الطرقات، في الفنادق الكبيرة باش يكون الاستقبال على أعلى مستوى. الفنادق توسعت في المدن المضيفة، الطرقات والقناطر تزادت، خدمات النقل اتطورت. هذا كان مجرد خطوة. المغرب ما حبش يقف عند كان 2025 فقط، الدولة خصت خطة استثمار أكبر لمونديال 2030 في شراكة مع إسبانيا والبرتغال بقيمة قدرت بحوالي 42 مليار درهم، قريب 14 مليار دينار تونسي، في مشاريع مختلفة تشمل ملاعب، بنية تحتية، رياضة وطيران ونقل. من بين المشاريع هذه جراند ستيد حسن تو في الدار البيضاء اللي باش يكون من أكبر الملاعب في العالم بسعة 115 ألف متفرج. من الملاعب اللامعة للقطارات السريعة للمطارات والسياحة، المغرب ما يحضرش فقط مباريات، المغرب حضر لصورة قوية، الحدث عالمي والرؤية مستقبلية. المغرب اليوم مش جاهز للكان، المغرب اليوم حاضر للتحدي العالمي.